لا 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 لا، بقول لك ايه، انت لسه مستني الدادا رفيقه معطيات تشينج يانج بتاع الصين يبعت لك طيارات، ولا مستني الخال بوتين يجي يخلص لك الليله بتاتش روسي؟ اصحى يا غالي، ده احنا في زمن اللي بيتسند على حيطه مايله بيقع على جدور رقبته. لو فاكر ان الصين وروسيا هيموتوا نفسهم علشان سواد عيون المنطقه، يبقى انت محتاج محو اميه سياسيه وتكون اسرع من ال5G. تعال الحمو وانا اقول لك هم ليه سايبين الفرخه تتذبح وواقفين من بعيد بس عشان يشموا الريحه. السؤال بقى اللي مخلي لساننا مدلدل في كل قعده قهوه بنقعدها، يا جدعان هم روسيا والصين فين؟ هم هيسيبوا المنطقه لامريكا تلعب فيها لوحدها؟ يا حنتي هم مش بس هيسيبوها، دول ممكن كمان يفرشوا لامريكا سجاده حمراء ويقولوا لها خش برجلك اليمين. هم اصلا ما خلفوش المنطقه ونسيوها في الحضانه. العالم ده كله بقى عباره عن غابه، والغابه دي ما فيهاش جمعيه رساله مثلا، فيها مصلحتي اولا والباقي عاشرا. بص كده يا سيدي على عمك بوتين، الراجل ده كان بيضحك علينا طول الوقت ان هو دب. لا، الراجل ده ثعلب. من مصلحته ان امريكا تفضل غارزه هنا في المنطقه علشان تضيع فلوسها وصواريخها وتضيع وقتها. ليه؟ علشان والغرب عينه على المنطقه، هو في هدوء يروح يخلص موضوع اوكرانيا ويقفل ملف اوروبا. اوبا، يعني بالبلدي كده اشتغل انت يا امريكا هنا علشان انا اعرف اسرق المحل هناك. استنزاف يابا. اما بقى الصين فدي حكايتها حكايه تانية. الصين ماشيه بمبدا كلهم هيتعبوا وانا هكسب في الاخر. هي عايزه امريكا تضعف وعايزه حلفاء امريكا سواء عرب او يهود يتهد حيلهم. ليه؟ علشان لما الدنيا تولع والكل يتلخم تروح هي تخطف تايوان في ليله ما فيهاش ضوء القمر. الصين مش هتحارب علشانك، الصين هتحارب عشان الميد ان تشاين يغرق الكوكب وانت مشغول في الخناق. عيب والله، عيب نبقى شحوطه كده ومستنيين المدد من حد. احنا مش عيال صغيره، والجيش بتاعك مش اي كلام، ودماغ القياده عندنا مش اي دماغ. ليه نفضل وقود في نار غيرنا؟ ليه بنفضل تابعين لمحاور بتستخدمنا كاننا مناديل كلينكس؟ احنا نقدر نتحالف ونغير المعادله. ده لو بطلنا استجداء، اللي بيستنى حد يحميه هيستنى حد بيستعبده. خدها كده قاعده من اخوك. عارف هنري كيسنجر الثعلب ده كمان قال جمله توجع قوي، قال لك حينما تتصارع الفيله لا تسال عن العشب. والفيله يا معلم هم الدول الكبرى، وانتوا بقى مستنيين تبقوا عشب. وفي الحرب العالميه الاولى والثانيه الفيله داست على العشب نعمته، فبلاش نعيش دور النجيله اللي مستنيه الفيله تحن عليها، لان الفيله مش بتشوف تحت رجليها اصلا. فكر فيها كده، ولو لسه مستني المدد انزل هات لك زبادو من السوبر ماركت، اهو يفيد صحتك اكتر من السياسه. والدليل على كلامي ادي الشعب الامريكي بقوا نجيله في بلدهم، نزلوا عملوا مظاهرات علشان يقولوا لترامبولا ابو حنان ارحل، مش عايزين الفيل ده ورطنا في حروب وغلوا الاسعار وخلتونا دلاديل لاخرائيل. فانا من موقعي هذا ندعو الشعب الامريكي الى عدم ضبط النفس والخروج عن اطار السلميه، ويا ريت بقى تسمعونا هتاف وارحل يعني امشي، برتقاله ما بتفهمش. وبالمره بقى يبقى عندكم واحد اسمه احمد دوم باللبن اللي من شيكاغو البلد اللي هيحرق لكم المجمع العلمي، وبدل ترامبولا ابو حنان بقى تعينوا مين؟ حمدين مساء. حبوا بعض اكتر من كده. الكلام ده كله بقى بيدل على ايه؟ على ان السحر اتقلب على الساحر، والفيل بقت وظيفته الحقيقيه اخرائيل تجره من زلمته. زلام. لو عجبك الكلام المر ده اعمل شير عشان غيرك يفوق، وقولي في الكومنتات بقى تفتكر مين الفيل اللي هيدوس. بس عايز اطمنك واكد لك ان مصر عمرها ما كانت نجيله لاي حد، علشان ربنا خلقها اسود بشريه بقياده زعيم الشرق الاوسط. واقسم بالله العلي العظيم ما تطبيل وحقيقه، زعيم الشرق الاوسط اللي ليه هيبه، اللي دايما راسه مرفوعه ومخلي شعبه كله دايما مرفوعين الراس. ربنا يحفظ مصر. ومصر يعني مسلمين ومسيحيين، يعني جيش وشرطة، يعني حكومة وشعب، يعني رئيس زعيم الشرق الأوسط، لأننا كلنا شركاء الوطن. وربنا يحفظ إخواتنا وأشقائنا في الدول العربية ومن تحت الزلومة وشيروها له.